صباح الرضا، صباح الهنا، صباح السعادة على عيونكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. النهاردة بإذن الله عندنا روتين حلو جدا وان شاء الله هنخبز يا بنات. الحمد لله الجو بدأ يتحسن شوية. ان شاء الله بإذن الله النهاردة عندنا كده مخبوزات حلوة زي العسل هتعجبكم بإذن الله. هنرجع بقى لأيام الشتاء، والله وحشتنا أيام الشتاء. إن شاء الله بإذن الله تتشجعوا وتشوفوا كل اللي وراكم. بس يلا قبل ما نعمل أي حاجة نصلي على الرسول الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أتمنى لو أول مرة تشوفي القناة بتاعتي تشتركي فيها فضلا وليس أمرا، عشان عيلتنا تكبر وتكون أكبر عيلة، عيلة أهل الكرم والجود. يعني أمنية حياتي إن عيلتي تكبر، وإن شاء الله هتكبر بيكم. وربنا يا رب يأجركم كل خير يا رب. وما تنسونيش في اللايك، ودمتم مشكورين يا أهل الكرم والجود. بصوا، أول حاجة دولت يعني شوية مواعين قليلين بتوع الفطار على اللي هو الكاتل دوت. هنضفه وهعمل له التنظيفة بقى الشهرية بتاعته. هي عبارة عن ليمون ومية، وتسيبهم يغلوا مع بعض وتسيبيه اليوم كله. يعني تسيب المنقوع دوت أو تسيب الليمون والمية ديت بعد ما يغلي ويفصل، سيبيها جواه اليوم كله، تخلي كل اللي جواه يطلع بكل سهولة. تمام. وما تسيبوش يعني لما تتراكم او تترسب فيه الحاجات اللي بتبقى من جوه ديت. لا، خدي اول باول علشان ايه ما يتعبكيش، والحاجة لما تاخديها اول باول تبقى سهلة عليكي وتعيش معاكي. النهاردة بإذن الله هنخبز شوية مخبوزات كده زي العسل هيعجبوكم بإذن الله، وإن شاء الله بإذن الله تتشجعوا وتستفيدوا بأمر الله. وما تنسونوش في اللايك، ويا رب يبارك فيكم كده ويصلح حالي وحالكم وحالنا جميعا يا رب. بصوا، حطيت اهو غسلته كده على الماشي بمية. غسلته بالاسبونشة والسائل المواعين، وبعد كده اهو حطيت شوية مية وعليهم ليمونة ونص ليمونة، نص كان ناشف عندي. يعني بص، الحر بيخلي الحاجة، يعني مثلا لو قسمت ليمونة وحطيت استعملت نص وخليت نص، يعني ما كملتش 10 دقايق على الرخامة تبص تلاقيه نشف من شدة الحر. الحمد لله، ربنا يا رب يجيرنا من حر جهنم. اللهم آمين يا رب العالمين. خلاص على كده حطيته، رحت ايه شغلت عليه وهسيبه بقى اليوم كله، لولا اشيل منه او ممكن لتاني يوم كمان عادي يعني. والحركة دي ممكن تعمليها في الحلل الألمونيوم اللي بتبقى ايه ازرقت او سودت معاكي من جوه كده، يعني خليت المية غلت فيها فترة طويلة. ممكن تعملي في الحلة الألمونيوم كده، تجيبي قشر الليمون او ليمون ناشف عندك، او كلنا بقى. انا عن نفسي برضو بحتفظ بفرش شوية ليمون بيريحوني جدا في تنظيف الطيور والكلام ده كله. ايام كتيرة بيبقى الليمون شاحح والكلام ده، فبيبقى عندي في الفريزر جاهز وحلو جدا، بستعمله في تنظيف الطيور. في اي حاجة انا عايزاها بيبقى سهل وموجود. فممكن تجيبي كام ليمونة كده وتعصريهم في شوية مية وتسيبهم في الحلة، وتسيبهم يغلوا في الحلة بقى، وتسيبيهم يعني لتاني يوم، تسيبوهم اليوم كله. هتبص تلاقي السواد اللي اتعمل في الحلة اتشال معاكي بكل سهولة. وهنا خلصت بقى المواعين، والحوض طبعا لازم ياخد ايه واجبه. يعني حرام هو شايل حمال اسية زي ما قلت لكم، شايل لنا مواعيننا كلهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انا من الناس يعني على قد ما انا مهتمية بتنظيف الحوض، على قد ما انا ما بغسلش فيه لا طيور ولا خضار ولا الكلام ده كله. مش قلة نظافة، بس برضو انا عملت معاكم فيديو قبل كده وخلعت الكوع او السيفون بتاع الحوض، وكان فيه كمية رواسب فظيعة، يعني ما اقولكمش. فلا، واحنا نغسل طيورنا او خضارنا او فاكهتنا في طبق، مش يعني عادي الطبق هنغسل فيه وهتبقى الحاجة زي ما هي يعني. هيتشطف شطفتين كده بالسبونشة وبسائل المواعين، مش هيتعبنا يعني، وكله عشان صحة ولادنا. ربنا يا رب يحفظ لنا ولادنا يا رب، ويرزق كل محروم بالذرية الصالحة يا رب، عاجلا غير آجل يا رب. اللهم آمين يا رب. بصوا هنا بعد ما يعني خلاص غسلته، كنت قافله السداده بتاعه الحوض علشان خاطر الحركه دي حلوه جدا يا بنات. لو اي حاجه مترسبه في اللي هو السيفون او الكوع بتاع الحوض، تبص تلاقيها خدتها على طول ونزلت بيها الميه لما بتبقى كتيره، وخصوصا مع سائل المواعين وكده بتنزل، بيبقى معاكي الحوض على طول. لو عملت الحركه دي الحوض باذن الله ما يسدش معاكي ابدا.
خلاص على كده خلصنا مواعين الفطار، حاجة بسيطة طبق على يعني مفيش اسهل من، وخصوصا اليوم اللي بنبقى فطرانين فيه فايش بيبقى يا دوبك الطبق اللي فيه الفايش وكوباية لبن شاي الكلام ده كله، فبتبقى ايه الدنيا سهلة جدا عن ما بيبقى فول وطعمية وبطاطس. لا بنبقى بصوا زيت بقى وحاجات كتير على الصبح. فلا احنا اغلبية على فكرة فطرنا هما الحاجة الخفيفة ديت، شوية هايش او كشك الصعيدي لو تعرفوه، وخلاص على كده يعني بتبقى ايه حاجة يعني ايه بسيطة كده. وهنا عندي قلت ايه خلاص خلصت المواعين، والله اللي انا عاملة كوباية قهوة. يعني ايه خلاص ما بتبقي صاحية بدري كده وتخلصي اللي وراكي، يعني تحسي الدنيا رايقة ونظيفة. تعملي كوباية قهوة كده تروقي على نفسك، تفصلي شوية وبعد كده ترجعي تكملي اللي انت بتعمليه. انا عن نفسي لقيت بعد ما خلصت المواعين لقيت الغسال، لقيت التلاجة منزلة مية كتيرة في الارض والسجادة مبلولة. اخدت السجادة نشرتها في الشمس، وقلت ايه بعد كده عملت كوباية القهوة. تعالوا بقى نعمل شوية بقى المعجنات اللي زي العسل ان شاء الله بإذن الله. النهاردة هعمل معكم خلية النحل حلوة جدا. مبدئيا عندي هنا الدقيق دولت 3 كوبايات دقيق بالمج اللي انتوا شايفينه ده، ودولت 3 معالق سكر على 3 معالق لبن بودر على معلقة ملح على بيضتين على ورقتين فانيليا. هما دولت المكونات، هما دولت كوباية الا ربع سمنة زبدة زيت الموجود عندك. انا عندي سمنة بلدي حطيت سمنة بلدي ربع كوباية، ربع الكوباية زي ما شفتوا معايا كده سمنة. حابة تحطي زبدة تمام، حابة تحطي زيت برضو تمام ماشي. والبيضتين دولت ممكن تستغني عنهم، انا حاطة هي بيضة واحدة بس انا حاطة 2 علشان خاطر البيض عندي ايه بلدي وصغير، فانا حاطة 2. لكن انت ممكن تستغنى عن البيض خالص، ممكن ما تحطيش بيض. ولو عندك خل، انا ما كانش موجود عندي خل، لو عندك خل حطي معلقة خل. الخل حلو ومحسن حلو جدا يا بنات في المخبوزات، والله بجد بيخلي الكيكة او المخبوزات اللي انت بتعمليها تفرق معاكي جدا. وهنا دي عند الخميرة، عندها استعمل معلقة خميرة، معلقة كبيرة خميرة من اللي هي الخميرة الحبيبات ديت الفورية اللي احنا عندنا ديت. وعندي هنا اهو دي مية، بضيف مية، ضفت كوباية ونص يعني، وكمان النص ناقص حاجة بسيطة، قولي كوباية ونص. والدقيق برضو يعني انا حاطة 3 كوبايات وهستخدم تاني، هستخدم حوالي كوباية. كل دقيق وعلى حسب نوعيته يختلف نوعيات الدقيق، في دقيق بيشرب سوائل وفي دقيق لا ما بياخدش سوائل تمام. فانت تعجيني لحد ما تشوفي القوام الحلو دوت، عارفين اللي هي ايه بتبقى طرية وفي نفس الوقت ايه حلوة، يعني مش اللي هي العجينة تبقى طرية جدا ولا تبقى ناشفة، الوسط. هي ديت عجينة خلية النحل حلوة جدا. وتحشيها بقى بالحشو اللي انت عايزة تحشيها حشو حلو تمام، جبن اللي يريحك الموجود عندك، حلوة جدا وتنفع للعشاء وتنفع للفطار. جميلة بصراحة، يعني انا عندي الولاد بيحبوها جدا وبعملها لهم لما خصوصا لما اكون حاشيها شوكولاتة حاجات حلوة بقى. الولاد كلها بتحب الشوكولاتة، يعني يفضلوا ياكلوا فيها على هدف ان هم عايزين يوصلوا لحتة الشوكولاتة اللي موجودة في النص ديت. بصوا هنا بضيف الدقيق اهو واحده واحده. يبقى انا حطيت ايه بيضتين صغيرين، بيضه هنقول بيضه اللي ما عندوش يعني البيض البلدي، بيضه من اللي هو البيض اللي موجود في السوبر ماركت تمام. حطيت 3 معالق سكر، حطيت 3 معالق لبن بودر، ممكن برضو تستغنى عن اللبن البودر لو مش متوفر عندك. وحطيت اللهم صل على النبي ورقتين فانيليا عشان زفرت البيض وكده. ولو عندك خل حطي معلقه خل، حطيت معلقه ملح صغيره، وحطيت ربع كوباية سمنة. لو عندك زبدة حطي، لو عندك زيت تمام اللي يريحك تمام. انا بقولك اللي انا عملته، ويعني ايه اللي هو انا بشجع يا بنات، انا ست بيت زيكم والله، وحاجات بتبوظ منه حاجات بتنفع. ايه هو تشجيع، يعني احنا بنشجع بعض. انا عن نفسي لما بشوف فيديو روتين ولا كده بتشجع جدا وبقوم اشوف كل اللي ورايا. فربنا يا رب يجعلنا من النافعين وما يجعلناش من الضارين ابدا، اللهم امين يا رب العالمين. خلاص على كده اختمرت معايا ما شاء الله، ملت معايا، غطيتها بكيس او بستريتش الموجود عندك. وانا يعني ما يكون عندي عجين كده بحطه في الفرن، فرن البوتاجاز، الفرن الكهرباء، اي مكان كده يكون مكتوم والجو حر، بص تلاقيها ما خدتش معاكي وقت خالص واختمرت. وهبدا ان انا جبت صينيه ودهنها زيت، وهبدا ان انا ايه اقطعها معاكم زي ما انتوا شايفين على حسب، عايزاها اكبر من كده تمام كبري اللي يريحك. انا عايزاها تبقى ايه الوسط، وهي لسه هتختمر وهتنفش معايا تاني.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو وصلت معايا لحد شوية العجين الحلوين دولت اللي زي الملبن حطي لي لايك. ربنا يا رب يدومكم مشكورين يا اهل الكرم والجود. ما تستخسروش اللايك يا بنات، اللايك بيرفع من مستوى الفيديو. وحطوا لي كومنت كده حلو زيكم. عندي كمية مشاهدات بس فين الكومنتات؟ طب اقولك حطي احلى حاجة في الدنيا وهي الصلاة على الرسول الكريم. نكتب كده كلنا في الكومنتات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خلاص على كده بصوا بدأت ان انا هحشي بالشوكولاتة. عايزة تحشي بجبنة احشي، عايزة بصي اللي الموجود عندك، الحشو المتوفر عندك. لو عملتيها سادة حلوة برضو الحشو الموجود عندك. انا عندي كان شوكولاتة مطبخ على كام شوكولاتاية كده من الشوكولاتة العادية، كسرتهم زي ما انتوا شايفين كده في طبق وبدأت ان انا احشيه. بعد ما خلصت الكمية كلها تقطيع ما شاء الله هتعمل معايا صينيتين حلوين، صينية اللي هي الكبيرة والصينية الوسط ما شاء الله. كمية حلوة اللهم بارك. عايزة اقول لكم والله العظيم يا بنات الخبيث دوت في البيت بركة ورزق، والبيت بصوا بيبقى اجواءه مختلفة. كفاية ان انتي ولادك بيبقوا ملمومين حواليكي كده بيتفرجوا على اللي انتي بتعمليه. ويعني مش هقول لكم بقى انتوا كلكم ستات ناصحين ومعمرين بيوتكم، ربنا يا رب يعمر بيكم ويخليكم كده ويطرح البركة فيكم، ودايما تبقوا من الستات المدبرات الشاطرات. هنا بقى لقيت بقى ازازة الخل مستخبية بقى ورا الازايز الزيت من ورا خالص. انا كان يعني بيبقى عندي ازازة مثلا فيها معلقة او حاجة ابعت اجيب واحدة، وديت كان فيها نصها ومستخبية من ورا خالص. لما وانا برتب في الضلفة وكده لقيتها من ورا خالص. قلت تعالي ده انت كنت هتنفعيني جدا في العجين، نفع ربنا. حلو جدا الخل كمحسن يا بنات خالص. هنا جبت البيضتين، البيضة ديت صفارة بيضة وحطيت عليها معلقة خل، ولو عندك رشة فانيليا تمام. وهتدهني بقى وش الخلية بعد ما اختمرت. انا عملتها كلها حشيتها كلها بالشوكولاتة وسبت فراغ ما بين كل واحدة والتانية علشان خاطر لما تختمر بصوا تبقى حلوة ازاي. الفراغ كله اتملى. لما اختمرت زادت معايا اتقفلت كلها على بعضها زي ما انتوا شايفين كده. وبدهن بقى البيض وصفار البيض على الوش كده، وبرش بقى سمسم حبة البركة. مش عندك ده ولا ده حلوة كده مش هتقول لأ. ربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم جميعا اللهم امين يا رب العالمين. برش بقى السمسم. هنا اختمرت ما شاء الله اللهم بارك. وعندي الفرن بقى مسخناها يعني اول ما بدأت كده الاقيها رفعت معايا وبدأت خلاص اهو هتختمر. شغلت الفرن على اعلى درجة حرارة 200 وسبتها بقى. وبعد كده هديت يعني بعد كده هتهدي النار على الوسط. المخبوزات اللي زي ديت مش زي الكيكة يعني عايزة نار هادية خالص، لا دي نار وسط كده. هو النار اللي هي الفرن الكهرباء ده فرن البوتاجاز. يعني بصي كلنا عارفين، كل واحدة فينا عارفة الحاجة المناسبة للسوى، او عارفة اصل الفرن تختلف عن بعضها، مش كل الفرن زي بعضها تمام. في فرن سخنة 200 تخبز لك حلو، وفي فرن 200 تخبز لك لا الخبيز يطلع مش متحروق او مش مستوي. فانت اظبطي الفرن بتاعتك على على الحاجة المناسبة للمخبوزات ديت، او على الدرجة اللي انت عارفة انها هتسوي لك مخبوزاتك حلو ومظبوط وتطلع معاكي مستوية مش تطلع نية من جوه. وخلاص ما شاء الله اللهم بارك. بصوا خدت اللون التحفة دوت، جميلة جميلة جدا روعة يا بنات. لو عندك بقى عسل، لو عندك حليب مكثف، لو عندك اللي هو الشربات شربات تقيل اتهين الوش كده هيدي لمعة زي العسل. وخلاص على كده اللهم بارك. بصوا عملت معايا صينيتين حلوين جدا. بصوا جميلة وهشة جدا ويعني قطنية والله لو مش قادرة اوصف لكم حلاوتها. يعني بصوا الصينيتين دولت ما اخدوش غير يوم وتاني يوم الصبح خلصوا. يعني ما شاء الله كانوا حلوين جدا وعجبوا الولاد جدا. والحشو شوكولاتة بقى جبنة اللي يريحك ما شاء الله. ده كان الفيديو بتاعي، يا رب تكونوا استفدتوا حاجة، يا رب يعجبكم ويا رب يبارك فيكم ويصلح حالي وحالكم. وما تنسونيش في اللايك والاشتراك لو مش مشتركين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.